بعد ما شفنا ان سلطانه لقت الجواب اللي كانت كاتباه بخط ايديها دلشة وبتعترف فيه ان ميران ابنها زار، وساعتها كانت مفاجاه كبيره جدا لسلطانه، ما كانتش متوقعه ابدا مفاجاه زي كده. في نفس الوقت كانت شايفه ان هو انتصار كبير قوي ليها، ان ميران مش من عيله اصلان كده، اصلا ابنها هو الوريث الوحيد للعيله. ومن فرحتها راحت قالت لابنها اصلان وعرفته ان ميران مش من العيله ديت، وان انت الوريث الوحيد ولازم تودي الجواب دوت لميران وتعرفه ان هو مش من عيلتنا، تعرفوا ان عزيزه كان كل اللي هاممها ان هي تخلي الابن يقتل ابوه او العكس. وميران لما يعرف ان هزار هو ابوه الحرب دي كلها هتقف ومش هيكون في مشاكل، وساعتها انت تاخد ورثك وعزيزه تاخد جزائها، لان اكيد عيله شاد اغلو مش هيسكتوا لها بعد ما يعرفوا ان هي خبت عليهم حاجه زي كده وخلت الابن يحارب ابوه، وبكده كل المشاكل كلها هتتحل يا اصلان. بس الغريبه انه اصلا ما بيكونش مرحب بالموضوع خالص، وبيقول لها اديني فرصه افكر وهشوف هعمل ايه. بتكون سلطانه مستغربه وبتقول له هتفكر في ايه؟ المساله مش محتاجه تفكير، كل المشاكل هتتحل مجرد بس ما تدي الجواب دوت لميراث. اصلا ما بيريحوش وبيتهرب منها وبيقفل على كلامه وبيمشي، وبيروح لمحفوظ وبيحكي له على اللي حصل، وبيعرفوا ان سلطانه اديته جواب وهو مش عارف يعمل ايه ومش عارف يفكر خالص. ومحفوظ بيكون مرحب جدا بالموضوع وبيقول له دي فرصه كويسه، مش هنلاقي انسل الجواب دوت ان احنا نقضي بيه على عزيز، ولازم تدي الجواب لميراث. برضه اصلا ما بيكونش مقتنع وبيقول له لا هو مش وقته، وان احنا لازم نكشف وش عزيزه الحقيقي ونبين كل المشاكل اللي هي سببت فيها واللي كانت بتعمل كده من الاول، واكيد في سر تاني هي عايزه تنتقم من عيله شاد اغلو وهي مخبيه السر دوت ولازم نعرف. بس محفوظ بينفعل عليه وبيقول له هتبين وشها وفي اكتر ليك، انت لما هتدي له الجواب كل المشاكل هتتحل، ولا انت ليك وجهه نظر تانية؟ واصلا بيقول له هدف ايه؟ انا مفيش حاجه في دماغي، ايه اللي هيكون في دماغي يعني؟ بس محفوظ بيقول له احنا كنا مخططين من الاول ان احنا نبعت ملحوظات نبين فيها الحقيقه ونبوظ كل مخططات عزيزه من بعيد لبعيد، وبعد كده طلبت ان انت تظهر نفسك، وده ما كانش في الخطه خالص، وغيرت كل الخطه اللي احنا كنا راسمينها من ساعه ما شفت ريان وخطفتها، وغيرت كل حاجه اصلا. والست الكبيره لو عرفت كل اللي انت بتعمله دوت صدقني مش هتعدي الموضوع على خير. وما تنساش ان هي مقدمه لنا مساعدات كتير قوي لحد دلوقتي عشان خاطر ان احنا نقف على رجلينا، تعرف تاخد حقك من عزيز. بس اللي انا شايفه ان انت ما بتعملش حاجه غير ان انت بتخلي ميران عدو ليك ومصور ريان وبتعمل حاجات كده غريبه، فانا بصراحه انا مش عارف انت عايز ايه بالظبط. واصلا بيقول له ايه انت كبرت الموضوع كده ليه؟ الموضوع وما فيه ان انا كنت عايزه اوري وش عزيزه الحقيقي، واذا كنت انت شايف ان الجواب ده هو اللي هيحل المشاكل خلاص انا هروح له بالليل عند كوخ، هروح وهدي له الجواب عشان اثبت لك بس ان انا ما فيش اي حاجه في دماغي وما فيش اي حاجه من ناحيه الريان وانت فاهم الموضوع. هو بيسيبه وبيمشي، ومحفوظ بيكلم الست الكبيره وبيعرفها كل اللي حصل، وهي بتقول له خليك مع اصلان وخليه يسلم الجواب. وبيظهر بقى ان في شخصيه هتظهر قريب شكلها هتكون ضد عزيزه، شكلنا كده داخلين على حرب ستات مع بعض ملناش دعوه احنا بيهم وخلينا ماشيين على جنب. ونروح بقى لميران، طلب من ريان ان هو يشوفها ونزلت له من غير ما حد يشوفه وقال لها ان انت هتيجي معايا، بس هي كانت رافضه وما ينفعش عشان ما حدش يشوفني معايا. بس ميران بيقول لها ان هو عامل لك مفاجاه بمناسبه ان انت كذبتي عليهم وقلت لهم ان انت حامل، فانا قلت ان انا اعمل لك مفاجاه. بس ريان بتكون خايفه بتقول له احسن حد يشوفنا وتحصل مشكله، سوا بياخدها غصب عنها وبيشيلها وبيوديها عند الكوخ بتاعهم وبيكون عامل لها مفاجاه. هي المفاجاه بقى يكون هو اللي اشترى الحصان، واول ما بتشوف الحصان بتاعها بتطير من الفرحه وبتكون مبسوطه جدا وبتشكر ميران جدا جدا على المفاجاه الحلوه اللي هو عملها لها، وبتكونش مصدقه نفسها. وميران اللي يعرفها ان هو مخلوق علشان خاطرها وان هو ما يقدرش يستغنى عنها، ان هو مستعد يعمل اي حاجه علشان خاطرها، وبيحبوا في بعض شويه. وعلى اللحظه دي بقى بيجي مين؟ بيجي اصلا وبيشوفهم وهم مقربين من بعض، الحب مولع في الذره وبيكون غيران جدا اول ما بيشوفهم، على الاخص لما بيسمع منها ان هي بتقول له اكيد ان شاء الله هتحصل معجزه كل مشاكلنا كلها تتحل ونرجع انا وانت نكونوا مع بعض. بيكون اصلا ميت من الغيظ، على الاخص ان هو كان واصل له خبر ان هم طلقوا، وبتكون متضايق جدا، الغيره مولعه في قلبه ومن غيظه بيحرق الجواب. وهو بيوعد نفسه ان هو مش هيسيب ريان لميران وهيفرقهم عن بعض وهياخد ريان منه. وميران بيوصل ريان لغايه القصر، ما بيكونش عايز يمشي غير لما يطمن ان ريان دخلت القصر. بس ريان بتقول له امشي قبل ما حد يشوفك لانها بتكون خايفه عليه، وقبل ما تمشي رن بس على مليكه وهي هتنزلي على طول. وبيمشي ميران وريان بتكون مستنيه ان مليكه تفتح لها، بس مليكه ما بتردش وبتكون نايمه، وبتكون ريان واقفه قدام القصر ومرعوبه حد يشوفها وهي واقفه وبتكون خايفه جدا. في الوقت دوت بيجي لها اصلا وبتكون مستغربه ريان من وجوده، انت ايه اللي جابك هنا وفي وقت زي ده؟ هو بيقول لها ان هو كان معدي بالصدفه وشفتك وانت واقفه فقلت يمكن محتاجه مساعده. في الوقت دوت اصلا ريان بتكون خايفه لحد من القصر يعرف ان هي خرجت ولا حاجه، بتطلب منه ان هو يفتح لها الباب القصر اللي جنب القصر بتاعه، وبيكون القصر دوت ميران اشتراه عشان خاطر ينط من على السطوح براحته ويقابل ريان، فتطلب منه ان هو يفتحه لها. ولما بيعرف قصه القصر وان ميران اشتراه وان المكان ده خاص بيهم هما الاثنين، نار الغيره بتولع فيه اكتر وبيرمي الولاعه بتاعته تحت الكرسي عشان يعرفوا ان هو دخل القصر ده. تاني يوم فعلا ميران بيقابل ريان في القصر، برضه بيشوف الولاعه وبيتجن جنون، يعرف ان هي بتاعته وبيكون ناوي ان هو يروح يطربق الدنيا على دماغه. تجري ورا ريان وبتعرفوا اننا مش عايزين مشاكل وان انا اللي طلبت منه ان هو اللي يساعدني وان هو ملوش ذنب في اي حاجه، وكل كلام دوت اوهام في دماغك مش اكتر. بس ميران ما بيكونش سامع لها، بيكون حالف ومستحلف ان هو يروح يضربه، وبيقول لها ان الراجل دوت نيته مش كويسه وان اكيد في حاجه في دماغه واكيد كل اللي بيحصل ده مش صدفه يعني. بتفضل تجري ورا ريان وتهدي فيه
بس هو ما فيش فايده، هروح اضربه يعني هروح اضربه، وربنا ما انا سايبه، لا هقطعه النهارده واضربه. بيكون ازيد رايح لاصلان وبيشوف ريان وميران وهما بيشدوا مع بعض، فبيفكر ان ميران جايبها غصب عنها او خاطفها او اي حاجه، فبيروحوا بيتعارك معاها، وريان عشان ما تعملش مشاكل بتمشي معاه، وازيد لما بيشوفها متعصبه فبيهديها شويه وبيقعدوا على كافيتيريا يشربوا حاجه. وفي الوقت دوت اصلا بيكون اتصل بازيد وعرف مكانهم وبيجي لهم، وبتيجي مكالمه لازيد لشغل مهم، فبيضطر ازيد ان هو يمشي وبيكلم ريان ان هو هيوصلها، بس اصلا بيتدخل وبيقول له سيبها ان انا اللي هوصلها وما تشغلش بالك، انا هوصلها لك لحد البيت وشوف انت شغلك. فبيضطر ازيد ان هو يسيبهم مع بعض، وريان بتساله يعني انت ليه سبت الولاعه، فهو بيكلمها بكل براءه وكأن مفيش اي حاجه حصلت، ان انا نسيتها غصب عني، حتى كنت بدور عليها ومش لاقيها. بس على حظهم بقى بيجي ميران، واول ما بيشوفه بيتجن جنون ويقول له انت مالك ومال مراتي وايه اللي بيخليك تقرب منها وانا في كل مكان الاقيك جنبها، وبيديله بالبوكس في وشه وبيضربوا بعض. بس ريان بقى بتكون منفعله عليه جدا وبتعرفوا ان انت بتعمل مشاكل كتير على الفاضي، ان هو كان بيكلمني وما كانش في اي حاجه في نيته، كل اللي بيحصل دوت اوهام في دماغك، فتتنرفز عليه وبتسيبه وبتمشي. بتكون متضايقه منه جدا ومش عايزه تكلمه تاني وزعلانه منه وشايفاه ان هو مندفع وبيعمل مشاكل وخلاص. وميران بيروح لريان عشان خاطر ما تكونش زعلانه منه ويعرفها ان هو بيعمل كده علشان ان هو شاكك فيه ومش مرتاح. بس ريان بتعرفه ان هي خلاص تعبت من كتر المشاكل وهتسافر وهتروح تقعد مع امها، لان امها خلاص قربت تولد وهي عايزه تكون جنبها في الفتره دي، ولما ارجع ابقى اشوف هعمل ايه لان انا خلاص تعبت منك ومن مشاكلك. وميران لما بيلاقي مفيش فايده وان هي مش راضيه تسامحه ومش قابله اعتذاره وان هي هتمشي وتسيبه، فبيخاف وبيروح لزهر وبيحكي لها على كل المشاكل اللي حصلت، وبيعرفها ان هم حكموا علينا ان احنا نطلق من بعض وان هم كذبوا وقالوا ان هم طلقوا رسمي بس هم ما طلقوش، وان هو مش عايز ريان ان هي تبعد عنه وان هو بيحبها، وان هو مفهم جدته ان هو ما تخلاش عن الانتقام وكده، بس هو فعلا اتخلى عن الانتقام وكل هدفي ان انا اثبت الحقيقه ان مفيش اي حاجه، وان انا ما ضربتش ازاي عشان خاطر انا عايزه انتقم منه او الكلام ده كله، انا ضربته عشان خاطر عزيزه كانت مهدداني، وان مفيش اي حاجه من ناحيتي، ان انا عايز ريان وبحبها ومش عايز اي مشاكل. وزهره بتكون متضايقه جدا من كتر المشاكل اللي هي بتسمعها وهي بعيده عن المشاكل دي كلها. توعد ميران ان هي هتحل كل المشاكل دي وهترجع له ريان لان مكان ريان هو جنبك انت وما تقلقش من اي حاجه. وبتروح القصر وهي منفعله وعفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وشها ومستحلفه له وبتقول لهم دي الامانه ان انا سبتها لكم، طلقت ريان وميران من بعض وكل ده عشان الانتقام وكلام الفارغ ده، بس انا هحل كل المشاكل دي وهرجع ميران لريان. وما بتديش فرصه لاي حد ان هو يتكلم، حتى ان هم يسلموا عليها ما بتدهمش اي فرصه، وبتاخد جوله على جنب وبتسالها على اللعبه بتاعتها العروسه وبتقول لها هي فين، فجول بتقول لها يا ماما انا نسيتها في بيت ميران، كنت عندهم زياره ونسيتها هناك. وبتتغاظ هو ده وقته ان هي تضيع، فبتكون عايزه تجيبها عشان تاخد منها الجواب وتظهره قدام الكل وتعرف ان ميران ابنها ظهر، وبكده كل المشاكل هتتحل، مش هيكون في داعي لاي مشكله. تطلع من القصر وهي منفعله جدا عايزه تروح قصر عزيزه علشان خاطر تجيب اللعبه وطلع منها الجواب، وهزار بيحاول يمشي وراها ويهديها، بس نصوح بيقول له سيبها انا هكلم معاه وهديها شويه بلاش عشان خاطر ما تنفعلش عليه، وبيروح وراها وبتكون وراها كمان ريان، بس تقف بعيد شويه لما بتشوف نصوح بيتكلم مع زهره فبتكون سامعاه وهو بيحاول يهدي فيها شويه وما بترضاش ان هي تتدخل وبتقف بعيد، بس بتكون سامعاه. ونصوح ما بيكونش فاهم زهره هي رايحه فين، بس بيحاول يهديها وبيقول لها ان مش هينفع ميران يرجع لريان والموضوع خلاص انتهى، ولو رجعوا لبعض هتحصل مشاكل كتير، انا فرقتهم عن بعض علشان خاطر المشاكل اللي بتحصل كل شويه. بس زهره بتكون منفعله عليه جدا وبتعرفوا ان الكلام ده كله ما يهمنيش في اي حاجه، وان انا هرجع ميران لريان ومفيش قوه هتفرقهم عن بعض تاني. ونصوح بيعرفها ان هو خايف عليها ومش عايز اي مشاكل، بس زهره بتكون منفعله جدا ومصممه على رايها، فنصوح ما بيلاقيش حاجه ان هو يقنعها بيها ويوقفها على اللي في دماغها غير ان هو يقول لها انت لو انت اخترتي بنتك اعرفي ان انت بتضحي بهزار وان ممكن عزيزه تتخلص منه او تقتله بصحيح وممكن كمان على ايد ميران. فبتقول له ليه بقى ان شاء الله؟ قال لها لان هزار ناسي كل حاجه وهزار هو اللي قتل محمد اصلا. وبتتصدم زهره وبتبص له كده باستغراب، وفي نفس الوقت ريان بتكون واقفه مكانها ومش قادره تصدق اللي بتسمعه. معقوله بابا قاتل؟ معقوله بابا قاتل وقتل محمد اصلا وهو اللي قتل ابو ميران؟ وبتكون واقفه ومصدومه، وفي الوقت ده بيجي اصلان وبياخدها وبيهديها وبيدخلها القصر، وبتكون ريان واقفه مكانها ومصدومه ومش مصدقه اللي سمعته ولا مستوعبه ابدا ان ابوها هو اللي قتل ابو ميران، وبتكون مصدومه جدا ومش قادره تستوعب ابدا الكلام اللي هي سمعته. ونرجع تاني لزهره ونصوح، ولما بتستوعب الكلام اللي نصوح قاله لها وبتقول له استحاله ان هزار يعمل حاجه زي كده، هزار قلبه طيب ومش ممكن يعمل حاجه زي كده، واكيد دي كذبه انت بتكذبها عليا وانا مش هفتح غير لما اجمع هزار بولاده. ونصوح بيسمع كلمه وهو مستغربها وبيقول لها اولاده، فما بيكونش فاهم، فبتقول له اه اولاده لان ميران
بيكون ابن هزار. فنصوح راخر من الصدمه، الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ قالت له ميران ابن هزار. بيكون نصوح فعلا مش مستوعب الكلام ده اللي انت بتقوليه ده، وايه دليلك على الكلام ده؟ فبتقول له ان اسماء اعطتني جواب بخاطر ايد دلشه، ودلشه بتقول لهزار ان ميران ابنه. فنصوح بيقول لها طب ما اكيد ده فخ عزيزه عاملاه عشان خاطر تحمي ميران، ومحدش فينا يجي جنبه ولا يقتله، ومش معقول الكلام ده خالص، وعلشان خاطر اثبت لي كلامي جيبي اسماء وتكلمي معاها وانا هقف بعيد وهسمعك، ولو الكلام ده بصحيح طبعا مش هنسيب ابننا، ان انا اصلا مش مصدق حاجه زي كده، بس علشان خاطر اثبت لك ان ده فخاتيها واسمعها وهي بتتكلم. وبالفعل زهره بتتصل باسماء وبتجيبها بتسالها عن اللعبه وان هي سابت الجواب جواها وهي عايزاها علشان خاطر تعرف هزار ان ميران ابنه. فاسماء بتعرفها ان اللعبه بتاعت بيتك احنا رميناها في الزباله. فبتنفعل عليها زهره وبتقول لها طب انا ما عنديش اي حاجه تثبت ان ميران ابن هزار، وما عنديش اي حل تاني، لازم انت تيجي وتقفي معايا وتقولي قدام الكل ان ميران ابن هزار. بس اسماء بتكون رافضه جامد وبتقول لها ان انا ما عنديش استعداد ان انا اقف قدامه، عزيزه ممكن تاذي ابني وان انا اخاف عليه، والغلطه دي غلطتك يا زهره، انا اعطيتك الجواب لازم تدي لها هزار في ساعتها، بس انت ما عطيتلهوش والغلطه غلطتك، وبتسيبها وبتمشي. بس في الوقت دوت مين بتكون شافتها؟ عزيزه. نروح بس نشوف نصوح هيعمل ايه مع زهره، وبعد كده نرجع لعزيزه هنشوفها هتعمل ايه مع اسماء، وربنا يا رب يسترها على اسماء. نصوح بعد ما سمع كلام من اسماء بيقول لها ما فيش حل قدامنا غير ان احنا نتاكد ان فعلا ميران ابن هزار غير من صاحب الدلشه، هي الوحيده اللي هتقول لنا على كل حاجه لان هي كانت معاها خطوه بخطوه واكيد مش مخبيه عليها حاجه زي كده. ويلا بينا عشان نروح لها. ده الامل اللي قدام يركب العربيه، وفي الوقت دوت هزار بيكون قلقان على زهره، خايف عليها، الست حامل في شهورها الاخيره ومتعصبه جامد جدا، فهو خايف عليها فبيتصل عشان خاطر يطمن عليها. وانا الصبح بيقول له ان احنا رايحين عند صاحب الدلشه وتعالى دلوقتي عشان عايزينك في حاجه مهمه. وبالفعل بيجي هزار يكون عايز يعرف فيه ايه وايه الحاله اللي انت فيها دي. فزهره بتقول له انا بصراحه انا كان معايا جواب من دلشه كانت كاتبه لك، والجواب ضاع مني وانا جيت هنا علشان خاطر نثبت الكلام اللي موجود في الجواب صح ولا كدبه من كدبات عزيزه. فهزار بيقول لها من دلشه طيب الجواب ده مكتوب فيه ايه؟ ليه ما عطيتهوليش من الاول؟ فبتقول له ان الجواب مكتوب فيه ان ميران بيكون ابنك. وساعتها هزار ما بيكونش مصدق اللي بيسمعه، اللي انت بتقوليه ده مبقاش فاهم الكلام اللي هي بتقول ايه الكلام ده، وبيخبط بسرعه جامد جدا على الباب عشان صاحب الدلشه تطلع. بيقول لها انت لازم تفهميني كل حاجه. وفعلا دلشه كانت حامل، بس المفاجاه ان صاحب الدلشه بتقول ان هي كانت فعلا حامل، بس بعد كده سقطت البيبي والطفل مات. وزهره بتفهمها ان انت كذابه، انا شفت الجواب بعيني والجواب مكتوب فيه ان ميران ابن هزار. فصاحب الدلشه بتقول لها ان هي كذبت الكذبه دي علشان خاطر هزار يلحقها من ايد عيله اصلان، بس بعد كده حست ان الكذبه هتتعرف بعد كده وان هي مش حاجه كويسه ان هي تقول الكلام ده، فرجعت في كلامها وما بعتتش الجواب. وممكن تكون اسماء استغلت الموقف وعطت الجواب لهزار علشان خاطر تحمي ميران منكم ومحدش فيكم يقتله. وبيكون هزار مش مستوعب ايه اللي بيحصل ده وايه كميه المفاجآت دي، وبيسيبهم وبيمشي وهو مش متخيل ابدا ان دلشه كان ممكن تكذب عليه كذبه زي دي. وصاحب الدلشه بقى بتتصل بمين؟ بعزيزه. هو احنا ورانا نصايب غيرها بنت اللذيذه دي؟ المهم بتتصل بيها وبتقول لها انا نفذت كل اللي انت قلتي لي عليه وبعدي عن عيالي. وعزيزه بتقول لها برافو عليكي، طالما انت مش عايزاني ان انا اقرب من عيالك يبقى تسمعي كلامي وبقك يسكت خالص وما اسمعكيش بتحكي وتجيبي سيره الموضوع ده تاني ابدا. وبنعرف بقى ان عزيزه ثبتت اسماء وحبت تعرف منها كل اللي حصل والحوار اللي ما بينها وما بين زهره. وطبعا اسماء راحت قايله لها على حكايه الجواب، بس طبعا ما قالتلهاش ان هي اللي سلمته لها، انا ما اعرفش مين اللي بعته لها، ويظهر ان اللي عطاه لها الشخص اللي بيبعت الرسائل، وهي كانت عايزاني اشهد معاها بس انا قلت لها لا وانا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. بس طبعا عزيزه عشان ست مش سهل عرفت ان زهره مش هتسكت، طالما كل عرف ان ريان مش بنت هزار يبقى ما فيش داعي للسكوت، فهتدور ورا الموضوع لحد ما تبين الحقيقه كلها وتبين ان ميران ابن هزار. فما فيش حل قدامها ولا دليل معاها غير صاحب الدلشه. فاتصلت بيها وهدت وقفلت كل السكك في وشها. وبكده بقى هرجع اسالكم السؤال اللي سالته لكم قبل كده، هم اليهود لما مشيوا من مصر راحوا على فين؟ ونرجع تاني للريان وهي من الصدمه مش عارفه تقف على رجليها ومش مستوعبه ابدا الكلام اللي هي سمعته. واول ما بتركز شويه كده هي واخده الموضوع جد قوي وبتقول له اسمع بقى الكلام اللي انت سمعته دوت هيفضل بيني وبينك ومش عايزه اي حد يعرف عنه اي حاجه. فاصلا بيقول لها طمني وما تقلقيش السر ده هيفضل بيني وبينك ومحدش هيعرف عنه اي حاجه. بس على الحظ بيكون مين واقف بقى؟ ميران. وبيبقى واقف مكانه ومستغرب وهو بيقول لها هي ريان السر اللي بينك وبين اصلان ده اصلا وايه اللي موقفك معاه اصلا وكمان واقفين في المكان الخاص بيا انا وانتي؟ هي ريان فهميني ايه اللي بينك وبينه اصلا؟ ايه اللي انت مش عايزه حد يعرف؟ بيكون واقف في مكانه وهو مستغرب ومش فاهم ايه اللي جمع ريان مع اصلان اصلا. ورخرة ريان تكون مش مستوعبه ابدا ان ميران واقف قدامها، ما بتكونش عارفه ميران اصلا سمع ايه بالظبط. بس اصلان بيحب يلم الدور وبيقول له ان انا كنت معدي هنا بالصدفه علشان خاطر اعتذر لك على الموقف اللي حصل بيني وبينك واني مفيش اي حاجه. فلما شفت ريان وهي واقفه دخلتني القصر علشان خاطر تعرف اني محدش يعرف في القصر ده بتاعك. وهي لما بتقولي ان هي مش عايزه اي حد يعرف حاجه وان السر ده بيني وبينك كان قصدها ان السر بتاعكم مش سر بيني وبينها، يعني قصدها ان انا احافظ على سرك انت، هو ده اللي كان المقصود من كلامنا. بس ميران اصلا ما بيكونش عاجبه الكلام ده، بيكون اصلا متضايق منه ان هو بيدافع عن ريان. ريان
دي مراتي وتخصني وحبيبتي، وانت مين انت عشان خاطر تتدخل ما بيننا؟ ولسه هيهب فيه ويزعق له، بيجي مين؟ بتيجي عيله شاد اغلو كلها. وبنعرف بقى ان الحلوه دارين شافت ريان وهي داخله القصر ولمحت ان في حد معاها، بس ما تعرفش مين اللي معاها، فتوقعت ان مروان هو اللي يكون معاها. فراحت طبعا وقالت لاهلها كلهم ان انا شفت ريان ومع حد وباين عليه ميران، وبتولع الدنيا في قلبهم. وطبعا كلهم بيتجمعوا مع بعض وبيكونوا رايحين يهجموا على ميران ويظبطوه. ولما بيسمعوا صوتهم وهم منفعلين بره القصر بيقلقوا، فبتطلع ريان وبتكون في موقف لا تحسد عليه وما بتكونش عارفه تعمل ايه. وميران طبعا عارفين هو ما بيخافش من حد، بيكون رايح يزعق لهم عشان ما حدش يتكلم معاها، بس اصلا بيستغل الموقف وبيعمل فيها سبع الرجال. وبيطلع لهم وهو بيقول لهم ان القصر ده بتاعي وان انا جيت هنا علشان خاطر اخد المفاتيح بعد ما انتوا كنتوا عارفين ان انا كنت براقبكم عشان كنت عايز اعرف ان انتوا من عيلتي ولا لا. بس بعد ما اتاكد ان انتوا مش عيلتي فقررت ان انا اخد المفاتيح وابيع القصر. ويظهر ان ريان شافتني ودخلت ورايا علشان تعرف ايه سبب وجودي هنا. وبيكونوا كلهم مستغربين من الكلام اللي بيقوله اصلا، بس دارين شايفه ان الموضوع هيعدي بسهوله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وبتقول له لا هو ما كانش داخل لوحده، ريان كانت داخله معاه. فهارون بيقول لها هدي الدنيا شويه دارين، الدنيا مولعه خلقه كفايه بقى. هو بيحاول ان هو يسكتها، وبتكون عيله شاد اغلو شبه مقتنعين بس في نفس الوقت مش طايقينه وبيسيبوه وبيمشوا. بس زاد بيقول له ان انت الصدفه كتير او وانا مش عارف بالظبط ايه حكايتك، وبيبين له ان هو شاكك فيه وبيسيبه وبيمشي. وريان بتمشي معاه. اما ميران بيكون مستغرب جدا من كميه الكذب اللي اصلا بيكذبها، وبيطلع له وهو بيسقف له وبيقول له برافو عليك شاطر، عرفت تلم الدور في ساعتها. اما انت يا اخي كذاب كده، بس خلي بالك كل الكذب اللي انت بتكذبه دوت ما دخلش عليهم، وخلي بالك هم شاكين فيك وانا شاكك فيك ومش هسيبك غير لما اعرف ايه حكايتك بالظبط. بس اصلا بيقول له يعني دي غلطتي ان انا وقفت جنبك انت وريان وما رضيتش احطكم في موقف وحش لما يشوفوكوا مع بعض. اما انت صحيح فعلا ما بتمرش فيك حاجه. بس ميران بيكون منفعل عليه جدا ومتعصب عليه وبيعرفه ان هو مش هيسيبه غير لما يعرف ايه حكايته، وبيجري يشوف ريان ويعرف ايه حكايتها دي وليه كل شويه اشوفها صدفه مع اصلان. بس المشكله ان هو اول ما بيوصل بيسمعها وهي تتكلم مع دارين، ودارين بتكلمها بطريقه مقززه وبتتهمها في شرفها وبتعرفها ان انت خلاص يعني خلصتي من ميران هتلفي على اصلان، وبتسمعها كلام وحش. وبيكون ميران متضايق جدا من الكلام اللي بتقوله دارين وبيكون زعلان جدا على ريان. وبعد ما بتمشي دارين، ريان ما بتكونش قادره تمسك اعصابها وبتفضل تكسر في كل حاجه قدامها، وبينزل لها ميران وبيحاول ان هو يهديها، بس هي ما بتكونش طايقه تسمع منه حاجه وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت دوت كيهات بيكون جاب اخره من اصلان وبيكون شاكك فيه جدا، فما بيلاقيش حل قدامه غير ان هو يروح لسلطانه، وبيروح لها وبيكلمها وبيهددها وبيقول لها ان هو عارف عنها كل حاجه وعارف موضوع احمد جوزها وان هي اللي قتلته. وعزيزه لو عرفت حاجه زي كده اكيد مش هتسيبها. انت يا سلطانه شوف فيه عملت ايه في هزار اخويا وهو مظلوم وما عملش اي حاجه، ما بالك بقى لما تعرف ان انت قتلتي ابنها عندك، شوفي بقى هتعمل فيكي ايه. بتكون سلطانه حرفيا مرعوبه وخايفه جدا وبتقول له طيب انت عايز ايه؟ فلا انا عايز اعرف اي حاجه عن عزيزه، اي معلومه كده اي معلومه كده اي حاجه مستخبيه اعرفها كلها، وعايز اعرف كمان مين اصلا وايه حكايته بالظبط، وهو من رجاله عزيزه ولا ايه حكايته وليه على طول بيظهر كل شويه قدامنا. بتكون سلطانه مش عارفه تقول له ايه، ده اصلا ابنها. بتكون خايفه جدا فبتقول ان انا ما اعرفش مين اصلا ده، مش ده باين اللي هو انقذ ابنك؟ انا ما اعرفوش، هو انا اول مره اشوفه شفته يوم ما قال ان هو اللي انقذ، انا ما اعرفش حاجه عنه خالص. اما بالنسبه لعزيزه صدقني انا اي حاجه هعرفها عنها هقولها لك على طول، بس انا ما اعرفش عنها حاجه دلوقتي، هي خبيثه ومش سهله وما بتحكيش اي حاجه عنها. قال لها حاولي تدوري ويمكن توصلي المعلومه وتعرفي لي كمان مين اصلا. وسلطانه بتوعده ان هي اي حاجه هتعرفها هتقولها له، بس بتكون خايفه ومرعوبه بعد ما جهاد عرف سرها، وبخيده جنون مش هتسامحها ابدا. حتى ابنها اللي لسه متعرفه عليه وعرفت ان هو عايش مش هيسامحها على حاجه زي كده. بتكون فعلا حرفيا سلطانه مش عارفه تعمل ايه. ونروح بقى لميران، كان مخلي شخص يراقب دارين وعرفه ان هي موجوده في محل بتشتري حاجات، وبيروح لها يقفل عليها باب المحل بيقول لها انا مش عارف ايه حكايتك ومالك ومال ريان، معرفش دي غيره ولا غل منك ولا انت عايزه ايه بالظبط، بس اعرفي ريان لو جيتي جنبها وسمعتي ان انت ضايقتيه او قلت لها كلمه تضايقها صدقيني هتزعلي جامد جدا، وانت لحد دلوقتي يا دارين ما شفتيش وشي تاني عامل ازاي. وبتكون دارين واقفه ومرعوبه ايه اللي انت بتقوله لي ده، وبتقول له انت ايه يعني عايز تضربني برصاص زي ما ضربت ازاز؟ وميران بيقول لها فكري بس انك تضايقي ريان وساعتها هتعرفي انا ممكن اعمل ايه، وبيسيبها وبيمشي. وبتكون دارين مرعوبه جدا وخايفه من تهديد ميران. بس تفتكروا دارين هتتظبط يعني وهتتعدل وهتبطل تيجي جنب ريان؟ انا عن نفسي ما افتكرش. ونرجع تاني لريان، وبتكون قلقانه من اصلان لا يطلع سرها ويحكي لحد. اتصل باصلان وبتقول له ان الكلام اللي انت سمعته دوت غلط ملهوش اي صحه من الحقيقه، وبابا لو انت عرفته هتعرف قد ايه ان هو انسان كويس ومش ممكن ان هو يقتله. اصلان بيستغل الموقف وبيحسسها ان هو واقف جنبها وبيعرفها قد ايه ان هو واقف جنبها واستحاله ان هو يقول حاجه زي كده، وباباك يبقى انسان كويس وانا ما صدقتش اي كلمه من اللي اتقالت، وانا لما اتعرفت عليه شفت قد ايه ان هو طيب وانسان قلبه نضيف، عشان كده ما صدقتش اي كلمه من اللي اتقالت. بتطمن ريان، ولما بيحس فعلا ان هي مطمنه وانها مصدقاه حاول ان هو يخليها تقرب منه او يخليها جنبه. وبيستغل موضوع الملحوظات وبيقول لها ان انا ما بلفش ورا منكم ولا حاجه، بس ان في شخص بيبعت لي ملحوظات وقال لي ان انت لو عاوز تعرف اهلك الحقيقيين حاول انك انت تقرب ريان من ميران. وبتتفاجئ ريان من كلام اصلان وبتكون مستغربه جدا، نفس الوقت
الوقت بتكون واثقة في الملحوظات وبتكون مطمنة ليها، لإن دايمًا الشخص اللي بيبعت لها الملحوظات بيدلها على الحقيقة، بس في نفس الوقت مش مصدقة أصلًا، وبتقول له لو أنت معاك الملحوظات ده صحيح زي ما أنت بتقول وإن الشخص دوّة بعتها لك، هاجي لك أنا وميران ونشوفها بعينينا ونقارنها بالملحوظات اللي معاه. بس أصلان طبعًا مش عايز ميران، هو عاوز يقرب منها ويبعدها عن ميران، فبيقول لها أنتِ عارفة إن ميران عصبي، كل ما بيشوفني بيتعارك معايا، فأنتِ تعالي وشوفيها وقارنيها بالملحوظات اللي معاكِ وهتصدقي قد إيه إن كلامي صحيح وإن أنا ما باضحكش عليكِ. فبتضطر ريان إن هي تسمع كلامه وبتعرفه إن هي هتقابله عشان تشوفها بعينيها وتقارنها بالملحوظات اللي معاها وتتأكد فعلًا إذا كان كلامك بصحيح والّا بتضحك عليَّ، وبتقفل معاه. وساعتها أصلًا بيكون مبسوط جدًا وبيكلم نفسه وبيقول أنا باعمل كل دوّة يا ريان عشان خاطر أقرب وهاعمل المستحيل لحد ما أكون معاكِ. وأول ما بيوصل البيت بيفضل يكتب ملاحظة يقنع بيها ريان إنها تدوّر معاه وتفضل واقفة جنبه وما بيكونش يلاقي أي كلام مقنع يقنعها بيه، وبيفضل يكتب ويقطع ورق كتير لحد ما في الآخر خالص بيعرف يلاقي حاجة يقنعها بيها، وبيروح لها وبيديها الورقة وبتقتنع فعلًا ريان وبتبتدي إنها تثق في أصلان، وأصلان بيعرفها إن إحنا لازم ندوّر مع بعض لحد ما نعرف الشخص ده، وأكيد هو يعرف أهلي فين وأكيد يعرف حقيقة باباكِ وإن باباكِ بريء ولازم إن أنا وأنتِ نتعاونوا مع بعض ونبعد ميران لإن ميران ما بيتفهمش وبيكون عصبي جامد جدًا. وبتقتنع فعلًا ريان بكلامه وبيكون هدفها إن هي تثبت براءة باباها. هو أصلًا بيفرح جدًا إن هو أقنع ريان، وأنتم طبعًا عرفتوا هدف أصلان إن هو عايز يفضل مع ريان ويفرقها عن ميران. ونروح بقى لميران، طبعًا مش قادر يطلّع أصلان من دماغه وشاكك فيه وعارف إن هو وراه حاجة. بيروح البيت بعد ما بيتأكد إن هو مش موجود وبيفتشه وبيفضل يدوّر في كل حتة فيه لحد ما بيلاقي الورق اللي قطعه أصلان وبيفضل يقرا فيه وبيكون متفاجئ جدًا من الكلام اللي بيقراه وبيعرف إن هو اللي كان بيبعت لهم الملحوظات وهو عارف كل حاجة وإن هو اللي كان بيلعب بيهم طول الفترة اللي فاتت دي. بس من ضمن الملحوظات اللي هو كان مقطعها أصلان كان كاتب ورقة بيقول فيها إن اللي قتل محمد أصلان هو نصوح شادأغلو وهو اللي عارف كل حاجة وعارف الحقيقة كاملة بس ما بعتهاش لريان. ميران اتحول 180 درجة ويكون عاوز يروح يقابل أصلان ويولع فيه وعاوز يعرف منه هو فعلا نصوح شادأغلو هو اللي قتل أبوه، وطالما أنت عارف الحقيقة دي ما قلتهاش ليه من الأول وليه بتعمل حواراتك دي كلها، وبيكون حالف له ومستحلف له. وأول ما أصلان بيوصل البيت بيتصل بيه في ساعتها ميران وبيعرفه إن أنا لازم أقابلك دلوقتي حالا وبيديله العنوان اللي هو هيقابله فيه، وبيقلق أصلان وبيتصل بريان وبيحاول يعرف منها إذا كانت هي حكت حاجة لميران ولا لأ، بس هي بتعرفه إن هي ما حكتلهوش حاجة وبتكون عايزة تعرف إيه اللي حصل ما بينه وما بين ميران يعني عشان يقول لها كده، فبيقول لها إن هو طالب إن هو يقابلني وأنا قلقان بصراحة من المقابلة دي. فريان بتاخد منه العنوان وبتعرفه إن هي هتقابله هناك وبتعرفه إن هي جاية له. كون اللي سامع المكالمة دي كلها محفوظ فبيعرف إن أصلا مش عاوز يجيبها لبر وإن هو مش عاوز يبعد عن ريان وميران وحاطط فعلا ريان في دماغه، فبيتصل بعزيزة كأنه شخص مجهول وبيعرفها إن أصلا هيقابل ميران وبيديها العنوان وبيعرفها إن هو حاطط ريان في دماغه وشكله عاوز ياخدها منه، وبتقلق عزيزة ده حفيدي وحبيبي وشكله كده هيوقع نفسه في مشاكل كتيرة، فبتروح هي كمان. ونروح بقى لميران وأصلان، وميران فعلا بيكون متعصب عليه جامد جدا ومنفعل عليه وبيسأله أسئلة كتيرة جدا زي أنت مين وعايز منا إيه وإيه اللي تعرفه عن العيلة بتاعتنا وفعلا النصوح هو اللي قتل أبويا، وبيكون أصلا مش عارف يجاوب خالص على الأخص لما عرف إن هو فتش بيته وشاف الملحوظات اللي كان مقطعها وما بيكون عارف يعمل إيه، وبينفعلوا جامد على بعض لحد ما بيمد إيديهم كمان على بعض. بس المشكلة إن ميران الزحف بيكون هيقع من على تلة كبيرة وبيمسكوا على آخر لحظة أصلا وبيعرفوا إن هو هيلحقه ومش هيسيبوا إن هو يموت، بس ميران بيقول له خاف على نفسك أنت رغم إن هو اللي متعلق على فكرة، بس عشان ميران مفكر نفسه سبايدر مان في نفسه فبيقول له ما تفكرش فيا خالص وبيمسك المسدس وبيرفعه عليه وبيقول له لو انت سبتني هتاخد الرصاصه دي في دماغك قبل ما وبيكون فعلا اصلا عايز ينقذه. انا كل اللي انا عايزه ان انا اخد ريان منك بس مش عايزه اذيك يعني انت ما عملتليش حاجه بس ما توصلش ان انا اقتلك يعني، وبيكون لسه هينقذه بتوصل ريان وبتشوف المنظر دوت وبتكون خايفه جدا على ميران وبتكون عايزه تجري عشان خاطر تلحقه وما تخليش اصلا ان هو يسيبه. وفي الوقت ده وصلت عزيزه وبتشوف ميران واصلان بس ما بيهمهاش ان ميران متعلق، هي كل اللي شايفاه قدام عينيها ان ميران رافع المسدس على اصلان وبتفكر ان هي تنقذ حفيدها هو اولى لها من ميران، ايه ميران ده كمان، وبتكلم محمود وبتقول له اضربه بالرصاص قبل ما ميران هو اللي يضربه، وفعلا بتضربه بالرصاص وبيقع ميران وبتصوت ريان وانا اكون خلصت خلاص. ولو عجبك المسلسل ما تنساش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. باي باي.